100 حبة بسكوت من كاسة طحين واحدة بس. ترارارا، أيوة زي ما قرأتوا بالعنوان بالضبط. رح نحضرهم بنكهة القهوة، إشي من اللي بيشتهيه قلبكم. الله عليهم مع فنجان قهوة، يا عيني يا عيني، كمان شو ببيضوا الوجه قدام الضيوف. حضريهم واستمتعي بمذاق حرفيا من اللي بيشتهيه قلبكم. بنصحك من هلا تضاعفي الكمية، لأنه متى ما دقتي يا قمري علقتي. فما تستني أبدا، بعد هذا الفيديو حضريهم فورا، لأنه مكوناتهم بسيطة ومتوفرة أكيد عندك بالبيت. فكالعادة أحبائي، يلا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. بتمنى نضغط لايك لهذا الفيديو هلا وإحنا عم نحضر بالفيديو، لحتى دايما جديد الصفحة يوصلكم مني أول بأول، وهذا كمان اللايك أكيد بفيدني وبيدعمني. ونقول بسم الله ونبدأ. كيف ما عم بتشوفوا معي، عندي هون معلقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان، بضيف لهم 4 معالق كبار من المي دافية، بحركهم كتير منيح وبشيلهم على جنب. عندي هون كوب واحد من الطحين متعدد الاستعمالات، بضيف له معلقتين كبار من النشا، بضيف عليهم معلقتين كبار من الكاكاو المر الخام، ويفضل نوعيته تكون كتير جيدة، ومعلقة صغيرة فقط من البيكنج باودر. ما تكتري بيكنج باودر أكتر من هيك، معلقة صغيرة للكمية اللي أعطيتكم إياها كفاية. بنخل كليات المكونات مع بعض وبشيله على جنب. عندي هون 100 جرام من الزبدة، بدوبها وبتركها تبرد شوي، بعد هيك بستخدمها مباشرة. عندي هون أيضا نص كوب من السكر البودرة، ويفضل يكون بودرة أحسن بكتير من الحبيبات. رح أضيف عليهم بيضة واحدة فقط، تمام، وبضيف نص معلقة صغيرة من الفانيلا، مش أكتر من هيك، وبدمج كل هاي المكونات مع بعض. ولو حبيتي إنك تستبدلي الزبدة بخليط ما بين السمنة والزبدة بيمشي الحال، بس للأمانة نكهة الزبدة كتير أطيب، وما تكتروا أكتر من 100 مل من الزيت. تمام، دمجت المكونات كلها مع بعض مع إضافة النسكافيه اللي خلطناه من البداية. بس اندمجوا عندي كلهم مع بعض، حبدأ أضيف كل كمية الطحين والكاكاو والبيكنج باودر اللي نخلناهم مع بعض، بضيفهم دفعة واحدة. تمام، وبعد هيك بستخدم إيدي أو السباتولا. لو لاحظتي إنه العجين مش متماسكة معاكي وتتشكل بهذا الشكل، فيك تضافي كمان معلقتين أو 3 من الطحين، هذا بيكون بسبب نوع الطحين اللي أنت عم تستخدميه. المفروض ليطلعوا معاكي دقيقين إنك تستخدمي الميزان، ولكن أنا رح أعملهم على شكل دوائر أو أعملهم بالتقريب. هلا هم بينعملوا على شكل دوائر، تمام، وممكن تعمليهم على شكل اسطواني لتاخدي نفس شكل حبة القهوة. تمام، بهذا الشكل اللي عم بوضح لكم اياه بالفيديو. حجم الحبة ما بيكون اكثر من 5 جرامات، ولكن انا عملتهم على شكل دوائر، تمام، بالنظر، وحجم الحبة كان معي مش اكثر من 3 جرامات، علشان هيك طلعوا معي 100 حبة او اكثر شوي من حبات البسكوت. هلا ممكن تعملوه بهذا الشكل اللي انا زي ما انا عملتهم على شكل دوائر، وممكن تعملوهم على شكل حبة القهوة، كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. بخلص كليات الكمية، وبعد هيك بالسكين ببدأ إني أعمل شكل حبة القهوة، تمام، بالطريقة الموضحة قدامكم بالفيديو. هون أنا صفيتهم بالصواني كلياتهم، والصواني أنا ما دهنتهم ولا أي شيء، ولكن كتير مهم عنا الصينية تكون معنا غير لاصقة. دخلتهم على الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 250. بعد هيك على طول بنزل الحرارة لل 160، مش أعلى من هيك ولا أقل من هيك، ليستووا معاكي منيح وما ياخدوا تحمير. هم المفروض إنهم ما يتحمروا. بتركهم فقط من 10 ل 12 دقيقة. الفرن شغال عندي فقط من تحت، ما بنشغل الشواي أبدا من فوق. بنخلي الرف الأول من تحت، وبنحسب لهم 10 12 دقيقة بس بالكتير. بعد هيك قدميهم مع كاسة نسكافيه أو قهوة تركية، يا عيني إشي من اللي بيشتهيه قلبكم. شوفوا بسم الله ما شاء الله، عن جد بشهوا القلب. أبدا ما تترددي إنك تقومي تعمليهم، لأنه حرفيا طعمتهم في مكان تاني. أحبائي، ألف صحة وعافية على كل من راح يجرب وصفة اليوم. دمتم بألف خير.